ويلكم في جديد فيديو. النهارده عن احسن عصير اناناس في مصر. معانا النهارده 5 انواع، وعلى غير العاده اللي احنا نعمل 5 انواع عصير بس و5 منتجات بس، وده بسبب ان عصير الاناناس مش متوفر في معظم الشركات، لان الشركات ديت هي اللي عامله العصير الاناناس. 5 انواع عصير معانا. ان هو دورنا في المراعي ودورنا في بيست ودورنا في شركات تانية عصير، ما لقيناش عصير الاناناس، فاضطرينا ان احنا نعمل 5 انواع عصير. فهم مختلفين في السعر واكيد مختلفين في الطعم، يعني ده ب3 جنيه ونص وده ب10 جنيه. هنشوف بقى اختلاف السعر ده هيفرق في الطعم ولا لا. فيلا بينا نبدا مع اول واحد معانا. متنساش تعمل لايك كالعاده. يلا بينا. اول عصير معانا وارخص عصير معانا وهو لامار، وده سعره 3 جنيه ونص وحجمه 200 مللي. هنشوف بقى ايه طعمه يبقى كويس ولا لا. ده اللون بتاع عصير لامار، يعتبر لونه اصفر يعني. يلا بسم الله. العصير معانا لامار الصراحه طعمه كويس جدا قصاد سعره. هو سعره 3 جنيه ونص، هو ارخص واحد معانا في الحلقه، فيديك القيمه ديت. هو الصراحه طعمه كويس جدا جدا، عشان هو ارخص واحد معانا، وفي المعظم ارخص واحد معانا في اي حاجه بتبقى بتقلش يعني منه. لا الصراحه هو طعمه كويس، وطعم العصير باين، طعم الاناناس باين فيه، طعمه كويس. مفيش الا سنه مراره صغيره مش هتلاحظها الا لو انت مدقق قوي معاه، وفي الاغلب ممكن ما تلاحظهاش. يعني الصراحه طعمه كويس جدا كاول واحد معانا وارخص واحد معانا. فيلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. تاني عصير معانا بقى من بيتو تروبيكانو، وده سعره 5 جنيه، يعتبر ازيد من اللي قبله بجنيه ونص. يعني حجمه، نشوف حجمه ثانيه واحده. حجمه 235 مللي، يعتبر برضك ازيد من اللي فات ب 35 مللي في الحجم. الشفاطه مش راضيه تتفتح، فتحت اخيرا. وبص ده لونه يعتبر نفس لون الميه، فانا مش متفائل. التاني كان لونه اصفر يعني قريب للون الاناناس، المول ده لونه ابيض، فغريبه شويه. يعني ده لونه اهوت. فيلا بسم الله. بص هنا عصير الاناناس طعمه كويس بس مش احسن حاجه. طعم الاناناس مش باين قوي، بس هنا ظابطين السكر وكل حاجه. يعني اللي هو مش حاسه برضه ميه بسكر عشان نقول الصراحه، بس هو مش الاناناس كان محتاج طعمه يزداد اكتر من كده واحس بيه. وخصوصا اصلا انا كنتش الصراحه ما كنتش متفائل بيه اللي هو لونه ابيض. يعني يعتبر نفس لون الميه، بس هو الصراحه طعمه كويس. وعصير الاناناس باين يعتبر احسن من اللي قبله بسنه بسيطه جدا يعني. فيلا بينا نخش على بعده. يلا بينا. تالت واحد معانا وهو جهينة، وده سعره 5 جنيه وحجمه 235 مللي، يعتبر نفس حجم اللي فات ونفس السعر وكل حاجة. بس في بعض الأماكن بتبيعه، لحظة بس هو بيترجى قبلها يعني. في بعض الأماكن بتبيعه ب6 جنيه. ده اللون بتاعه اهوت، يعتبر مايل للأصفر يعني، لونه كويس الصراحة. يلا بسم الله. تلات عصير معانا هو كويس، بس برضه ده مش اللي انا مستنيه من عصير الاناناس اللي انا الاقيه، اللي انا سقف له اللي هو ايه، احس اللي هو طعمه كويس جدا جدا اقول عليه برافو. لا هو هنا طعم الاناناس طعمه كويس، وطعم الاناناس باين بس مش باين قوي. هي دي النقطه اللي ايه، تحس اللي هو طعم الاناناس باين شويه وشويه ميه بسكر. وهنا الصراحه في سنه مزازه، هي مديه طعم حلو للعصير، بس هو اللي هو ميه بسكر وشويه طعم اناناس. مش تحس ان انت بتشرب عصير اناناس يعني. والصراحة طعمه كويس مش وحش، ما اقدرش عليه اقول وحش، هو يعتبر احسنهم لغاية دلوقتي، بس مش اللي انا مستنيه منهم كلهم يعني. فيلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. رابع عصير معانا بقى وهو سنتوب، وده سعره 6 جنيه وحجمه 250 مللي. هو معروف احسن شفاطة وهي شفاطة سنتوب يعني. بص تعمل بقى اشكال، تعمل بقى كل اللي نفسك فيه. هل سنتوب هيتفوق على الثلاثة اللي قبلهم يعني؟ هو يعتبر أحسن واحد في اللون لغاية الوقت يعني. ده شكله اهوت. يلا بسم الله. وبص هنا سنتوب بيفعلها ويتفوق على اللي قبله واللي قبله، بس هو برضه هنا النقطة اللي مش عجباني. يعني هو كل مدى ما تزود في السعر، هو كل مدى يعني ما تزيد سنة بسيطة اللي مش كده يعني. لا هنا طعم الأناناس مش باين، ومش قصدي عشان ما حدش يقول كذا ولا كذا. يعني في الأول كده لو جيت تحسبهم طعم الأناناس مش باين أوي. أنت لو جيت وغمضت عين واحد وقلت له جبت له عصير أناناس وجبت له عصير أناناس بقى معمول بجد، تمام، عصير أناناس كده معمول، وجبت له العصير ده او غيره يعني عشان ما اظلمش الشركه، ممكن لو هو مش دقيق في عصير الاناناس ما يعرفش اللي هو عصير اناناس اصلا لو انت ما قلتلوش. الصراحه طعم الاناناس مش باين قوي،
يعني مش هو عصير الاناناس اللي انت متعود تشربه يعني الصراحه. هو طعمه كويس كعصير عادي، بس هو مش كعصير اناناس اللي هو طعمه تقول عليه واو. اخر واحد معانا في الامل، هو سعره 10 جنيه، وحاسس فيه حاجه يعني ايه هيعملها، فيلا بينا. يلا بينا. خمس عصير معانا واخر عصير معانا وهو راني، وده سعره 10 جنيه، يعتبر اغلى واحد لغايه دلوقتي يعني، واخر واحد معانا. هما هنا كاتبين رجها اشربها كلها. فيا رب يبقى كويس وينهي كده الحلقه نهايه حلوه يعني. فيلا بينا نفتحه. حاسس ان هو يعمل حاجه بالقطع الاناناس دي. ده شكله هو. يلا بسم الله. راني يتفوق الصراحه، طعمه كويس جدا جدا، واكتر حاجه ميزته اللي هي قطع الاناناس. هو بص وسط سعره 10 جنيه، لو ما بقاش بالطعم ده فعيب. هو كمان انا كنت مستني منه اكتر من كده، بس هو طالما كده كويس جدا الصراحه قصاد الحلقه ديت يعني. بس هو الصراحه طعمه كويس، واكتر حاجه ميزته الصراحه قطع الاناناس. فيلا بينا نرتب لكم العصير ونشوف ايه احسن واحد معانا بالترتيب كده يعني. يلا بينا. بص، ده ترتيب احسن عصير الاناناس في مصر، وياخد المركز الاول عن استحقاق، ولو ما خدوش عن استحقاق فعيب قوي. وهو راني وقصاد سعره 10 جنيه، فلو ما بقاش المركز الاول فده عيب. بعده بيتي تروبيكانا، وياخد المركز الثاني عن استحقاق برضه، بصراحه طعمه كويس جدا. انا دقتهم كلهم الخمسه عشان اشوف ارتب المراكز وكل واحد ياخد الاحقيه بتاعته. لقيت بيتي تروبيكانا الصراحه طعم الاناناس باين فيه. حسيت اللي هو ايه مع طعم لما دقتهم كلهم مع بعض. ده الترتيب بتاعهم يعني. بيتر تروبيكانا ياخد المركز الثاني، بعده سانتوب، وكان الصراحه طعمه كويس برضه، وبعده جهينه، وبعده لامار. وبص انا مفيش حاجه وحشه، بس ايه تبان في الفرق ما بينهم. لامار وبتاع وراني باين فرق كبير قوي لو انت دقتهم الاثنين يعني. وبرضه في يعني لامار حسيت ان سنه المراره باينه، لما دقت الاربعه التانيين الصراحه حسيت ان هي باينه قوي كمان. بس هو الصراحه كلهم طعمهم كويس، مفيش حاجه وحشه. وبيت تروبيكانا لما دقت تاني حسيت ان انا اتفاجئت، وخصوصا ان انا كنت ايه حاسس ان هو يبقى في المركز الرابع اصلا يعني. بص كلهم طعمهم كويس، بس الافضل من الناحيه السعريه اللي انت تشتريه فبيت تروبيكانا تمام. مفيش فرق كبير ما بينها وبين راني، يعتبر يعني فرق 5 جنيه ما بينهم وبين بعض. لا بيت تروبيكانا صراحه تسد معاه. وابو 3 جنيه ونص ده كويس برضه. بس هو بيت تروبيكانا في السعر في النص ومش غالي. شكل راني سعره 10 جنيه الصراحه، بس ما اعرفش في العلبه راني شبه ديت ولا لا. اكيد هيبقى سعرها ارخص يعني لو موجود. فبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. فلو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، وبس كده سلام.